تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بين سبورتس. معنا تواصل من خلال هذا الحدث القاري الافريقي الكان 2023 في الكوت ديفوار. تاريخيا الكوت ديفوار يحتضن هذه البطولة المرة الثانية بعد 84 2023 وطموحات السود الأطلس لمعانقة اللقب الذي غاب لعقود طويلة منذ ذكريات أحمد فرس ومنذ الكان الوحيد اللي رفع فيه السود الأطلس اللقب القاري تحت قيادة أحمد فرس الجوليادور التاريخي للكتيبة المغربية. هذه مدينة سان بيدرو وهذا هو استاد بوكو لوران تيمنا بواحد من اساطير الكرة الإيفوارية لوران بوكو اللي كان نجم الإيفواريين في السنوات السبعينات. هكذا قرر المسؤولون هنا تسمية هذا الملعب باسم لوران بوكو تيمنا بخدمات والعطاء الكبير الذي قدمه هذا الاسم على الصعيد الكرة الإيفوارية. سان بيدرو ملعب لوران بوكو هنا درجة الحرارة 31 وانطلقت المباراة بأي تشكيل وبأي اختيارات. لا مفاجآت في القائمة لوليد الركراكي بلا السلجية اليسرى وحكيم زياش الرقم يلعب بعد ذلك لمحمد حسين يضغط سمارة الزلزولي. هرب الزلزولي من الجهة اليسرى في صافرة ومتى يأتي الإنذار؟ أعتقد الإنذار. زياش في خطأ أم لا؟ في خطأ، نعم في خطأ مخالفة لفائدة زياش. يجب زياش سيرفع كرة سيسدد زياش وجول ولا الأسود يسجلون، الأسود يزارون، الأسود يفعلون عن طريق صاحب الخبرة المدافع سايس بذكريات التوغو، سايس بذكريات 2017، سايس في أجمل متابعة يضع الكرة في الشباك بعد الأولى من زياش. أنا قلت بأن الكرات الثابتة سلاح استراتيجي مهم لأسود الأطلس. هكذا البدايات وهكذا حكيم الباس رائعة. هز الكرة يوناحي في خطأ وإنذار. سلامات يا خوفي على اللاعبين من مثل هذه التدخل. سيرفع الكرة، يلا الثاني يوسف أنصيري كان قريب من زيارة الشباك مع أوناحي لمن أوناحي يلعب قصيرة مع حكيمي في النحلة الزنانة هنا. أوناحي من أعطى التمريرة. أشرف حكيمي في القائمة الثاني بالراس لم يتحكم في أنصير بين المنتخبين. ونحن نتابع هذه الكرة. زلزولي شوط الثاني غير معقول. الثاني كان قريب يا الزلزولي. هذه ممكن أطمع فيها الزلزولي. كان ممكن يمرر، كان ممكن يعطي كرة لنصير. شفنا التميز اللاعب زياش اللي كان من صناع الهدف. سفيان مرابط من إيطاليا لإنجلترا وما أعقب من صعوبات مع ماش. يتعثر زياش، يفقد توازن زياش وضاع مع الهدف الثاني. شوف الإعادة، حكيمي في التمرير ممتاز يا حكيمي، حطها بالملي. لكن نتساءل مع بداية الجولة الثانية كيف ستكون الظهير الأيسر وما أحوجنا لظهير أيسر في ظل غياب علي وناحي. لازلنا نعيش الخطورة والدفاعات المغربية. ترفع هذه الكرة، ياسين يتركها مباشرة إلى ضربة مرمى لفائدة المنتخب المغربي. عندك يا الشيبي يرفع كرة داخل منطقة الجزاء حتى في الدفاع. سليمان ملاح يلعب الكرة في الحلف الجهة اليمنى البحث عن الثاني. وانصيري الآن يقاتل من أجل الثاني. انصيري الكرة تتحول بعد ذلك إلى ضربة مرمى. لا أدري ماذا أراد أن يفعل انصيري في الكرة الماضية. هل يمشي الزلزولي؟ راوغ الزلزولي حط الكرة لأوناحي. سدد ولكن بعيدة يا أوناحي. الفكرة التسديد مباشرة. هنا الانطلاقه من الجهه اليمنى. الاستلام أوناحي يبحث عن تسديد الكره. أوناحي وحده ممتازه. هي جول عالمي. النحلة الزنانة تضرب بقوة في هذه اللحظات. 2-0 في جملة تكتيكية ولا في الخيال، في جملة تكتيكية ولا في الأحلام، في جملة في التيكي تاكا ولا أحلى للاعبي المنتخب المغربي. يبحث عن الثالث، ينطلق حكيمي الآن، يرسل حكيمي العرضية. انصيري هو جول.
الجول. شوف واستمتع المغربي الدلع، شوف واستمتع حكم الحاجي. هل يقر مشروعية الهدف للنخبة المغربية؟ نعم 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 نعم.